بقالي شوية في مشهد محتل تفكيري. مشهد بيتلخص في قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر لعلك تراه غدا في موقف يسرك. علشان تفهم الجملة دي لازم أعرفك على بطل الحدوتة، سهيل بن عمرو، سيد من سادة قريش. استخدم فصاحة لسانه في جاء النبي صلى الله عليه وسلم وتنفير الناس منه ومن دعوته، لكن يشاء القدر بعد غزوة بدر إنه يقع سهيل بن عمرو أسير في إيد المسلمين. فيقول عمر بن الخطاب: يا رسول الله، إنه رجل مفوه، فدعني أنزع ثنيتيه فلا يقوم عليك بعد اليوم خطيبة. فيرد النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر لعلك تراه غدا في موقف يسرك. الحقيقة إن أنا لما بفتكر الجملة دي بحس إن الواحد مننا بيغلط لما بيصدر أحكام بالمؤبد على أي شخص بيختلف معاه. يعني لو فكرت فيها كده هتلاقي إن الأحوال بتتبدل، ومش كل التغيير بيكون للأسوأ، واللي في آخر الصف ممكن في خطوة واحدة يبقى في أوله.